حصاد الجنوب أهلا بكم. استقبل علي الكثير القائم بعمل رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الأربعاء حيدر أبو بكر العطاس آخر رئيس وزراء لدولة الجنوب في مقر مجلس العموم الجنوبي بالعاصمة عدن. الكثير ثمن حرص الرئيس العطاس على زيارة مقر مجلس العموم الجنوبي ولقاء أعضاء هيئة رئاسة المجلس ووزراء المجلس في الحكومة ورؤساء الهيئات المساعدة لهيئة الرئاسة وأعضاء الهيئتين التنفيذيتين للجمعية الوطنية ومجلس العموم للتناقش حول مجمل القضايا على الساحة الوطنية والتطورات ذات العلاقة بقضية الجنوب. ناقش عبد السلام صالح حميد وزير النقل خلال استقباله اليوم الأربعاء مع الفريق الفني لشركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية سبل تعزيز علاقة التعاون بين البلدين واستئناف الرحلات الجوية للمملكة. الوزير حميد أكد على حالة الاستقرار والأمن في العاصمة عدن في مختلف الجوانب وجاهزية مطار عدن الدولي والمطارات بالمحافظات المحررة الفنية والأمنية لاستقبال رحلات الخطوط الأردنية. نظمت قوات العمالقة الجنوبية اليوم الأربعاء عرضاً عسكرياً مهيباً للخريجين من الدفعة 55 لدورة التدريب والتأهيل العسكري المخصصة لرفع مستوى مهارات منتسبيها. وأظهر الخريجون من الدورة 55 في العرض العسكري المهارات التي اكتسبوها خلال دورة التأهيل العسكري. سمح مجلس القضاء الأعلى في اجتماع له اليوم برئاسة القاضي محسن يحيى طالب ببدء التحقيق مع أحد أعضاء النيابة العامة بناء على الطلب المقدم من النائب العام. وأحال 2 من القضاة إلى مجلس المحاسبة في الدعاوى التأديبية المرفوعة من هيئة التفتيش القضائي. كما أحال مجلس القضاء الأعلى عددا من التظلمات المقدمة إليه إلى اللجنة المشكلة لفحصها وحث اللجنة على سرعة البت فيها. نهاية الحصاد لهذا اليوم، إلى اللقاء.